وادي الحجير ولست أذكر يومه أخشى فضيحة سره المستور. بهذا البيت الشعري وصف عبد الحسين عبد الله بكتابه حصاد الأشواق وقيه أو موقفه من وادي الحجير أو مؤتمر وادي الحجير، يلي للأسف ما وصلنا لكتير منه وفقدت الكثير من الوثائق وشو صار على الضبط بهذا المؤتمر. وادي الحجير يلي بيسكن الذاكرة العاملية والتحديد الشيعية لحدثين مهمين: أولا المؤتمر اللي انعقد سنة 1920، ثانيا المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بال2006. ولكن هل كان هذا المؤتمر شيء يفتخر به؟ هل كان هو لازم يعني نقدسه ونعتبره شيء مهم بتاريخ جبل عامل، أم هو جبل الويل لجبل عامل؟ هيدا الشيء رح نعرفه هلأ بالحلقة الثانية من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك مع عباس الحسيني بالنكبة المئوية الثانية 1920. سنة 1920 ب 24 نيسان انعقد مؤتمر وادي الحجير، وتداعى إليه ما هب ودب من جبل عامل، حتى حضره أكثر من 600 رجل، وحضره السيد المرجع عبد الحسين شرف الدين، ومعه الزعيم العاملي كامل الأسعد، وهو غير كامل الأسعد اللي الكل بيتداول فيه، هو والد أحمد الأسعد. لكن لين عقد مؤتمر وادي الحجير؟ بسنة 1919، أي قبل بسنة، شكل الرئيس الأمريكي ويلسون لجنة كينج كراين. أمريكا كانت في ذلك الحين غير أمريكا اليوم، لأنها أول شيء كانت عم بتزكزك لبريطانيا ولفرنسا، يلي معروف أنه البريطانيين كانوا قد دخلوا فلسطين، والجيش الفرنسي كان قد دخل لبنان وحاول يدخل إلى سوريا اللي دخلها الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل. على هذا الأساس شكل لجنة لتجي على لبنان وبلاد الشام آنذاك وفلسطين لتشوف هيدا الشعب شو بدها. كانت أمريكا تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها قبل ما تكون أمريكا اللي بنعرفها اليوم. وقابل كتير من علماء جبل عامل ورجال الزمن، يعني من رجال سياسي، هذه اللجنة، و70-80% طالبوا بالانضمام للحكومة العربية عند الأمير فيصل، في وقت أنه 20 أو 30 كانوا رافضين هيدا الشيء وبيقولوا لا، نروح مع الانتداب الفرنسي. بعد هذا الشيء المسيحيين اللي كانوا قد تعرضوا للقهر والظلم أبان الحكم العثماني، خصوصا مع مجاعة الحرب العالمية الأولى وحصار الجبل، كانوا قد هللوا للجيش الفرنسي، وتشكل في جبل عامل مجموعة من المتطوعة المسيحيين يلي بيخدموا أو بيتعاونوا مع الجيش الفرنسي ويعاونهم مسيحيين من مناطق جبل لبنان. كما كانت قد تألفت عصابات متوالية شيعية رافضة للانتداب الفرنسي. هي كانت هالعصابات أهم 3: عصابة محمود بزي وأدهم خنجر وصادق حمزة. وصادق حمزة كان بينام على كتف كامل الأسعد. هذه العصابات صارت تتواجه مع بعضها مع بعض المتطوعة الفرنسية. بناء على كل هالفوضى وعلى حق تقرير المصير انعقد مؤتمر وادي الحجير، يلي وصفه السيد عبد الحسين شرف الدين بكأن عاملة يقصد أهل جبل عامل يبعث فيه من جديد. وبهذا الإطار تم استقباله استقبال الفاتحين، وهذا بدل قديش كانوا أهل جبل عامل بعدهم متأثرين برجال الدين، علما أنه رجال الدين كانوا دائما على وفاق مع رجال السياسة. وكان كامل الأسعد قد حضر، وحضر واحد من العصابات هو صادق حمزة. ويقال أن السيد عبد الحسين شرف الدين ألقى خطبة عرمرمية يلي بيتهم فيه المسيحيين بأنه أصدر فتوى بقتلهم، وهذا الشيء بيأكده أمين الريحاني بكتابه ملوك العرب. ولكن السيد عبد الحسين شرف الدين بينفي هذا الموضوع، وبل بدين كل الأحداث اللي تلت من بعدها. بيخلص مؤتمر الحجير من هون، وعصابة محمود بزي مستندي لحادثة تعرض إحدى النساء الشيعة لاعتداء بإحدى قرى بنت جبيل، بشنوا هجوم كتير قوي ومرعب ومخيف على قرية عين قبل المسيحية. هناك بتم حرق الكنيسة، قتل أكثر من 100 شخص، وسرقها ونهبها بالكامل. الشاعر السيد جعفر الأمين ابنه للعلامة المرجع محسن الأمين، وبيوصف مذكراته هيدي الأيامات وهو من بلدة شقرة، بيوصفها بشكل كتير حلو ومزعج للأسف وحقيقي وشفاف. هيدي الأحداث وحادثة عين قبل أغضبت الجيش الفرنسي. لكن هون نطرح سؤال قبل ما نفوت بالجيش الفرنسي: ليه هذا المؤتمر غابوا عنه السنة؟ وليه غابوا عنه الدروز؟ وليه غابوا عنه المسيحية؟ وتوصيات المؤتمر كانت الانضمام إلى الحكم العربي السني في الشام، وبنفس الوقت
لم يدع إليه إلى الشيعة؟ وهذا ضل من الأسئلة اللي بتنطرح واللي ما حدا ناقشها. ليه غابوا السنة يلي بالوقت اللي تعرضوا فيه أهل جبل عامل للمحنة كان السنة والموارنة في بيروت يتقاسمون لبنان الكبير؟ نرجع أن هي حادثة عين إبل أغضبت الجيش الفرنسي أو لقاها ذريعة لقمع ما يسمى تمرد أهل جبل عامل. على هذا الأساس شنت حملة عرفت لاحقا بحملة نيجر نسبة للجنرال الفرنسي نياجر على كل قرى وبلدات جبل عامل. بلشت بتبنين السلطانية اللي كان اسمها اليهودية وغيرت لاحقا قرى قضاء صور طير زبنة يلي أصبحت الشهابية نسبة للرئيس فؤاد شهاب هو اللي قبل يغير لها اسمها، وقرى قضاء مرجعيون وقضاء صور وحتى قرى قضاء النبطية. وكانت كل قرية أو بلدة بيدخل الجيش الفرنسي بيسرقوا المزروعات بينهب البيوت وبيتلف وبيفرضوا انهم يدفعوا جزية حسب ما تكون هالعصابات عم بتقاوم او حسب ما يكون دفع عدد قتلى من جنوده. بعد اسبوع من هذه الحملة انهزم جبل عامل انهزام شبه كلي. حرقت مكتبة السيد عبد الحسين شرف الدين وبيته وهرب الى الجولان ثم الى دمشق. كما حرقت دارة الزعيم كامل الأسعد بالطيبة وهرب إلى الجعونة بفلسطين. أما المرجع السيد محسن الأمين فكان متواجد في دمشق آنذاك. بهذا الإطار ما تبقى من رجال دين وزعماء شيعة استدعيوا كان عددهم 10 إلى مبنى الكشلة بصيدا، وكانت واحدة من أكثر المحطات إهانة بتاريخ الشيعة، حيث مثل ما أنا جالس جلسوا رجال الإكريلوس المسيحي وتم إجلاسهم قعدوهم غصب عنهم تحت جريهم لرجال الشيعة، وأعطاهم الجنرال الفرنسي وثيقة استسلام لحتى يمضوها. ما هون إذا بدنا نشبه وقف إطلاق النار اللي صار ب 27 تشرين تاني لهذه الوثيقة اللي صار فيه مشادات كتير حوله. وبعد زالت المشادات لتاريخ اليوم كمان صار حول هالوثيقة مشادات إذا بنوقعها ولا لا، خصوصا إنه الفدية كانت كبيرة أكثر من 200 ليرة ذهب ومع شروط كتير كبيرة. ورفضوا الشيعة يوقعوها وحاولوا يستعطفوا رجال الدين المسيحيين، بلكي بيتوسطوا لهم عند الفرنساوية، حتى حاولوا يستعطفوا رجال الدين السنة. للأسف ما لقوا حدا معهم. السيد محمد إبراهيم وكان عالم دين من جبل عامل وهو جد الأستاذ محسن إبراهيم أمين عام منظمة العمل الشيوعي الراحل، حمل العصاية عليهم وقال لهم وقعوا يا أولاد الكذا وكذا، أنه خلص انتهى الموضوع حتى لا نخسر جبل عامل كليا. هيك تم توقيع الاستسلام. دخلنا بجبل عامل إلى لبنان الكبير التي تقاسموه الدروز السنة والموارنة ببيروت، ونحن كنا ملتهين إذا مننضم لحكومة الأمير فيصل أو لا، في محاولة لإرضاء السنة للأسف الشديد. وتم تغيير التسمية من جبل عامل إلى الجنوب، وفيه بيوصف الشاعر الرجل الدين الكبير الشيخ عبد الحسين صادق جده لإمام بلدة النبطية الحالي عبد الحسين صادق، بيقول عن جبل عامل: أتيت بها أي أعجوبة بها جبلا يبلع. إنه جبل لبنان بلع جبل عامل. لحديت تاريخ اليوم بعد مرور 104 سنوات على هذه النكسة لم يتم تغيير اسم الجنوب وعودة التسمية الأصلية جبل عامل. بقي جبل عامل محفوظ براس وكتابات رجال الدين الأدب والشعر والفكر، وما حدا حاول يسترجعه. بالنهاية وبما أني بحب الربط التاريخي بحب أربط أنه عقب هيدا السحق لجبل عامل بال1920 ما في أقل من شهرين تقدم الجيش الفرنسي إلى سوريا وأسقطها وأسقط الحكم العربي. وهيدا الشيء بيشبه أن عقب حرب المقتلة بأيلول 2024 سأسقط الحكم السوري الأسدي بكانون الأول 2024. نختتم هيدي الحلقة، نلتقى بالحلقة الجاي من علمني يا جبل عامل كيف أرسيك. كان معكم عباس الحسيني.